اجتماع لجنه الكوره كان مع الجهاز الفني بس ولا الجهاز الفني واللاعبين يا كابتن؟ لا، الكابتن حسن واسماعيل بس. هل تم يعني تخطيط لحاجه معينه ما بينكم وما بين الجهاز؟ هو الكابتن حسن هيرد علينا المفروض قبل لقاء 25 على اتجاهه هيروح فين بخصوص المعسكر. لان احنا اصلا كمان رحله العوده واخدين الاماراتيه، فهننزل في دبي. فانا احساسي انه ميال ان الماتش او الفتره دي تبقى في دبي. يعني الاتجاه هيبقى بعد المعسكر، والمعسكر من بره هيروح على افريكا سبورت. ما عندناش وقت. تمام. لان هو المفروض من 28 ل 2 المفروض، واحنا هنروح على كوت ديفوار يوم 4. تبقى امتى مباراته امتى يا كابتن؟ تفاصيله اعتقد يوم 20 او 21 ابريل. ايوه في ويمبلي اعتقد يعني. والزمالك والاهلي موافقين. مقابل متى؟ اللي هياخدوا الاهلي والزمالك واحد. $250,000. ما اعرفش كام بصراحه. كابتن افهم من كلامك انتوا فكره التجديد لاعب واحد دي موجوده، ما فيش شك ده عقده ابدي. عقده ابدي، هو منه ومش مننا احنا بس، لا منه كمان. طب ما فيش حد من المجلس يا كابتن كلمه يعني بعد التصريح اللي خرج منه ده امبارح؟ لما تيجي اللحظه المناسبه هو يجي واللي هو عايزه. عبد الواحد اللي هو عايزه. اللي موقفكم بس عن التجديد معاه انه لسه ما فيش فلوس، ما فيش موارد ماديه في النادي. بس وبعدين انا عايز اعرف حاجه، امال ميدو نقول له ايه بقى؟ ميدو ده نعمل له ايه؟ نعمل له تمثال بقى وهو داخل ولا ايه؟ ولا نعمل ايه؟ والراجل طبيعي جدا، انا بكلمه عادي جدا. اخر مره خد فلوس كان امتى يا كابتن؟ ما خدش حاجه خالص. اديتوا موقفكم نهائي من الدوره التنشيطيه يا كابتن؟ لا احنا مش موافقين. انتوا مش موافقين خلاص، الموضوع منتهي. مش موافقين. احنا بنلعب كومبيتيشن بس. الرسمي هو اللي بيزود. انما ودي هتعمل ايه؟ احنا مش عارفين نلعب ماتش ودي. مظبوط. بنلعب سر. بتلعبوا بشكل سري. لا. طب وكاس مصر هتوافق لو كان بدون الدوليين زي ما هم؟ لا برضه لو اديهم ملايين عشان ايه؟ مظبوط. عشان العب واخرج.